في لهجات متعددة في اليمن وكلنا نعرفها. الأستاذ سفيان خبير في اللهجات وعنده قصيدة عن اللهجات في كل المحافظات، تحبوا تسمعوها؟ جميلة جدا. طبعا قبل استعدوا وانت تجيبها. طيب، هذه القصيدة هي تتكلم عن تنوع اللهجات في اليمن، وطبعا هذا أمر من أجمل الأشياء التي ممكن نشاهدها في اليمن. من المحافظات الشمالية الغربية الجنوبية تجد تنوع كبير في اللكنات، أنا ما أسميها اللهجات إنما اللكنات. عموما هي كانت في البداية لإب. من فينا من إب؟ من أصحاب إب ارفع يدهم. هذه القصيدة كانت لأصحاب إب في البداية، ورأيت أنه من العدل أنه يتم إدراج البقية. قلنا في القصيدة: أيا إخوتي في إب، بالله هل لكم بأن تخبروني عن تعابير عرفكم؟ ألم تعلموا أن الضمائر تشتكي إلى النحو ما لاقته من ظلم نطقكم؟ هل الكاف مثل التاء في الرفع أضمرت كأبصرك لما جئك أو ما عرفتكم؟ أم الميم في جمع المذكر نائب لواو كما فيها الدبم ثم وحجم؟ وما ولما أبدلتم ألفيهما بواو فقلتم مولموه بئس قولكم. وهل كي وكو يا قوم اسمها إشارة وهكة، وهل بين الإشارات لفظكم؟ وما هو صرداد وصرة والجشا، وما هو خباجي وما طبجي طبوم، وما هو شنائي وما هو قرقمي، وما هو هباجي وطزح وقربسم. وثعلبكم يدعى عسيق وديككم تسمونه الفرناج لما رمت لكم، فلا تحسبوني ساخرا أو مهزئا، لا والله، فكم لهجات في مناطق غيركم. فصنعة بها بردق وطعزز وقمقمي ودمجغوا والخسكسي جا من نقوم وللمه يا عبدي وما بحدا ويوم وساع ما تقول وسكه وجحفه ومالكم. وادي بنا واتخ ويشبك وعمرطي وش لا ينطز ود حمود لا يقول لكم. وأما تعز فيها الزان قال ومولي مو وقفت قشا ومسكي شرقع ثيابكم. وأما تعز فيها الزان قال ومولي مو وقفت قشا ومسكي شرقع ثيابكم. واني غبان وشصبيط اقسم بالله ما يا ربي شخصي في اعماركم. واما عدن فالثاء فيها ضائعه. عدن الثاء فيها ضائعه كجيت من تاني وبتقرع جنبكم وبقول باتلك وبردعك واشداه وربي دي كمان من عرفهم. وذي حضرموت الجيم فيها مهمله كريال ويا بالناس بركم وغوده وريمه مخوال وكاكيده وبات ولي قدين والبوك نار تشلكم. ولا شك أن العرف يحكم حكمه بكل النواحي، لكن اللوث يا أهل إب عندكم. العدد القادم إن شاء الله ريما وبقية المحافظات.